أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من عاصمة مهرجان الثقافة للفنون التشكيلية والفنون المرئية، ومع ضيوفها من الفنانين التشكيليين ومن المصورين ومصوري الأفلام القصيرة. ضيفنا اليوم المدعو الفنان التشكيلي الرائع حمزة بوخلدة. مرحبا بك. شكرا السيد محمد بكرش الأستاذ الفاضل الذي نشهد له أنه يتابع الحركة التشكيلية ربما أكثر من الصحافة الصحافة اليوم التي تفتقد إلى الثقافة الفنية. كثيرا ما نجد بعض الصحفيين الذين يتوافدون على الصالونات التشكيلية يتعاملون معها بلغة تقليدية، لغة تقليدية، وبعض الأسئلة التي المفروض أن لا تطرح. جميل. نؤرج الآن على هذا الحضور مع بعض من أصدقائك من تعرفهم ولك معهم تجارب وتبادل خبرات إلى غير ذلك. زيادة على هذا بعض من الشباب الهواة ببعض من الأعمال التي تكون لا تتعدى مستوى المراكز الثقافية التي هي معروضة بين أعمال كبار الفنانين. ماذا عن هذا وماذا عن التنظيم وماذا عن المستوى في هذه المدينة التي هي عبارة عن مرجع لكل الفنانين من حيث الجانب الثقافي الطبيعي المعرفي؟ معظمهم شعراء، فيهم عدد هائل جدا من الفنانين الموسيقيين، الفنانين التشكيليين إلى غير ذلك. ولاحظنا أيضا غياب العنصر الأغواطي، غياب الفنان الأغواطي في التنظيم وفي أولا بالنسبة لمدينة الأغواط، هي من بين المدن العريقة تاريخيا وفيها زخم ثقافي كبير، إلا أن الملاحظ بأن مدينة الأغواط أولا كملاحظة إنها تفقد اليوم المعمار المتميز كما تتميز به مدينة غرداية أو مدينة أضرار ولكن نحن ندعو إلى إعادة النظر في وجه المدينة. جميل. ثانيا، خاصة أن مدينة الأغواط هي مدينة التي فتنت أوجند فرمونتان ونصر الدين ديني يصلح الأغواط، حيث استغلنا الفرصة وذهبنا إلى من أعالي المدينة، وأردنا أن نبحث عن المكان الذي رسم منه ناصر ديني سطوح الأغواط، لكن للأسف لم نستطع أن نميز، لأن لم يتم الحفاظ على هذه البيوت القديمة، المعالم القديمة. من بين الأشياء التي انتهزت الفرصة تواجدي هنا في الأغواط هي الكنيسة القديمة. بحكم بحثي عن فكرة المآذن، همسة المآذن كما تعرف سيد بكرش، وكنت طلعت على البحث وكنت قد سجلت وقد صورت، وقد كنيسة بالأبيسيت شيخ، كنيسة بأضرار، وقد فوجئت بأن هناك كنيسة قديمة جدا بنيت سنة 1900 موجودة هنا بالأغواط. قمنا والآن هي عبارة عن متحف، قمنا بتصويرها، وفعلا هي من الكنائس التي احترمت الثقافة المحلية. أما فيما يخص ما تكلمت عنه من حيث العرض بصفة عامة، أولا نتكلم عن من حيث فكرة الفن التشكيلي والفيلم القصير والفنون الفوتوغرافية والفن الفوتوغرافي. هناك هذا شيء جميل يذكرنا بما ذهبت إليه مدينة سكيكدا في توأمة بين القصيدة واللوحة، وكانت تجربة رائعة بين الفنانون التشكيليون وبين الشعراء. استطاع الشعراء أن يتعرفوا على حياة وطقوس ونفسيات وثقافة الفنان التشكيلي، والعكس صحيح. بالنسبة لهذه التجربة كفكرة أولا هي فكرة صائبة، إلا أن
ربما طريقة عرضها كانت تفتقد إلى الخبرة، وكانت تفتقد لماذا؟ لأنه الأشياء لما تكون ارتجالية ولا تكون مدروسة هي أكيد ستحدث هفوات طبيعي. مثلا عرض اللوحات التشكيلية مع اللوحات مع الصور الفوتوغرافية، والذي يرى أولا لما تدخل المعرض ستجد ما يسبب نفوذا والسيطرة هي الصورة الفوتوغرافية. طريقة عرضها، لكن وتبقى اللوحات التشكيلية عبارة عن على هامش المعرض، كأن على هامش وكأنها من فراغ، يعني على الجدار فقط، كأنه الموضوع هو الصورة الفوتوغرافية. ولا كذلك لاحظت كذلك بالنسبة لي لما يقولون ورشات، فالورشات نجد بأن الفيلم القصير أو بالنسبة للفوتوغرافيين كذا قد هم لديهم آلاتهم الفوتوغرافية التي لا تفارقهم، لديهم تقريبا هم يملكون فقط الآلة الفوتوغرافية وبعض الأدوات الخفيفة. لكن بالنسبة للفن التشكيلي محتاجون إلى أن يملأوا ساحة دار الثقافة مثلا أو بعض الأحياء في مدينة الأغواط، ورشات تشكيلية يحتاجون إلى المواد الأولية يحتاجون إلى، لكن المديرية أو المنظمين لم يتفطنوا لهذه النقطة. يعني أتمنى مستقبلا أن يتداركوا هذه الأخطاء. يعني مدة أسبوع من الأحد إلى الأحد أسبوع لا تستفيد مدينة الأغواط من أعمال فنانين تشكيليين، منهم من عرضوا تنجز في عين المكان بروح المكان، وتبقى ربما مستقبلا لمتحف في مدينة الأغواط. تسجل على الأقل مرور هذه الأسماء الثقيلة، وربما سيكون من عمل من هذه الأعمال مستقبلا. يعني نندم لأننا لم نستغل فرصة. كذلك من بين الأشياء التي حظيت بها التي حظيت بها مدينة الأغواط هي زيارة الفنان العراقي علي رشيد. وكنت محظوظا جدا بأننا بلقائه ومع الفنان بكرش محمد مع نخبة من الفنانين، عزيز عياشين وسليم ركح وفريد داز والبصير وإلى آخره من باقي الفنانين. علي رشيد قد استفدنا منه كثيرا، استفدنا من تجربته. هو عراقي فنان تشكيلي معروف ومقيم في هولندا. استفدت بخلال عجالة، وقد أشار لي بأبرز فنانين في العالم، قال طابياز كذا. أنا لم أكن على اطلاع بطابياز، لما بحثت على محرك جوجل ورأيت أعماله وأحسست فعلا أننا نمشي في الطريق الصحيح، إلا أنه قد قام بتنويرنا أكثر حتى نفهم ما معنى التجريد، وكيف أن طابياز رأيته قد استعمل في أعمالها الرمل، استعمل سعف النخيل، استعمله وهو في إسبانيا. علينا أن نكتشف هناك، أن نقرأ ما بين السطور. فطابياز هو بإسبانيا بالقرب من المغرب، وكيف هذه الثقافة المغاربية استطاعت أن تنفذ إلى إسبانيا وتنفذ إلى أعماله كما نفذت الروح المغاربية إلى روح بيكاسو الذي أبدع في غير ذلك. تقريبا الملاحظ أنه أنا يعني نصيحة فقط للذين ينظمون الصالونات التشكيلية خاصة، عليهم أن يستندوا إلى الفنانين بقوة، لأن الاستناد إلى الإداريين في عادة بصراحة يرون أن هذا الصالون هو عمل إضافي وهو جهد مضاعف وكذا. لكن بالنسبة للفن لما توظف طاقات فنانين مختصين فإنهم يفهمون ما معنى الفن التشكيلي، ويفهمون ما معنى هذا المصور الفوتوغرافي وماذا يحتاج، ويحتاجون وكذلك نفهم بقية الميادين الأخرى. لذلك أنصح المحافظين أن يعتمدوا في تنظيمهم على نخبة من الفنانين التشكيليين لإنجاح صالوناتهم، ولا يعتمدوا كثيرا على حتى فيما يخص توجيه الدعوات.
بالنسبة للتنظيم العام وكيف اختيرت الأعمال غير ذلك، يعني فعلا ينبغي من البداية أن لا نسترجل وفي فترة قصيرة نقوم بإنجاز تهيئة أو إقامة مهرجان ثقافي أو صالون أو يعني ولم نحضر له منذ يعني سنة. من المفروض التحضير للملتقى السنة المقبلة يبدأ من الآن مباشرة بعد نهاية هذا الملتقى. نعم، هذا هو الشيء الحضاري، أننا نعطي قوة كبيرة حتى ننجح العمل. ينبغي أن نركز كثيرا على التفاصيل قبل أن نركز على الأشياء العامة. بالنسبة للرحلة التي قمنا بها كانت منطقة بعيدة، لكن بالنسبة لطريقة التنظيم كانت للأسف المفروض كنا نعرج على القصور. نعم. قصور قديمة، لكن للأسف يعني الأمور غير مدروسة. بقينا مدة طويلة على الوادي. نعم. ولم نستفيد من رؤية القصور التي هي فعلا المعالم الأثرية التي يعني يمكن أن تراها مرة في العمر أو تفوت عليك فرصة يمكن أن لا ترى. نعم. المشهد مرة أخرى. نعم. جميل. بماذا تريد أن تختم فيما يخص تفادي خاصة الأشياء التي تسيء إلى سمعة مدينة جميلة بأهلها الجميلين إلى غير ذلك؟ أولا يعني أنا سعيد كثيرا مدينة الأغواط، أحس أن فيها زخم ثقافي وتراثي تاريخي. فنانون تشكيليون التقيت بهم، طيب العيدي وعيسى بودودة وحتى ما اكتشفته في المرة هذه هو ساسي الذي يبدو أن تتعامله في البداية بأنه فنان مهمل، خاصة رأيته يحمل بورتري، رأيته منذ 5 سنوات، قلت هذا الشخص لا يعمل. نعم. لكنني صبري عليه ورأيت محاولته في التصوير الفوتوغرافي كذا، ورأيت طريقة بحثه وفنه، وأنا متأثر بالفنان محمد صغير رحمه الله. فأحسست بأنه ربما البيئة والآخر الذي لم يفهمه يعني قد سبب له يعني قصر له في حقه. أتمنى أن يتدارك وأن يتدارك هو نفسه. كذلك محظوظ بالتقاء بشاب هنا من تجورت، ذكرني بالفنان التشكيلي مداني محمد لمين مداني، الذي كان له منعرج كبير في أبحاثي التشكيلية منذ التقيته في تيزوزو، ثم وخاصة اقتربت من أكثر في مدينة تندوف. هذا أيوب الفنان التشكيلي أيوب، هو خريجي معهد الفنون الجميلة بباتنا، وهو يعني كان من النخبة لأنه زميل شنفر الداي ويماني، والفنان يماني. يعني فعلا رأيت أعماله ورأيت أنه له قوة كبيرة من جانب التقني، من حيث الحروفية، الخط العربي، من حيث البورتريه، من حيث يعني سعدت كثيرا بالتعرف عليه عن قرب. وأتمنى كذلك هو لاحظت أنه لو يعرف كيف يستفيد من خبرة مدني لمين، من خبرة معمر خلاوي بتجورت، وكذلك حليم سلامي، يمكنه أن يكون إضافة تشكيلية مميزة بالنسبة لي المنطقة المغاربية وبالنسبة للجزائر. هو من الأغواط؟ هو من تجورت. لكن بالنسبة لكن بالنسبة للنصيحة التي بالنسبة لسؤالك قلت يعني فعلا أنا لما لاحظت في البداية طريقة الترحيب وحتى الافتتاح كيف كان، أحسست فعلا بأن قد قاموا بمجهود كبير أهل الأغواط بترحاب، وهذا ليس غريبا عن أهل الصحراء. لكن النصائح التي وجهناها قبل هو أنه صالون مثل هذا وخاصة مهرجان بهذا الحجم ينبغي له التحضير الجيد لإنجاحه، لأن إنجاحه هو إنجاح
هو إنجاح الصالون هو إنجاح مدينة الأغواط وثقافتها. شكرا جزيلا لما تفضل به أخي الفنان بوخردة حمزة، على أمل اللقاء بكم أصدقائي الأعزاء في لقاءات أخرى ومع أسماء وتجارب ومهرجانات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. عفوا.